لسه صاحية من النوم بقى، وباكل الكوارع الفظيعة بتاعتي دي، وباكل الفتة بقى بالصلصة والتومة على الريق كده عشان افوق. ببص لقيت الجرس بيرن، قلت جرس إيه اللي بيرن دلوقتي؟ ده احنا لسه على الصبح. متنسيش اللايك وتكتبي لي بتتابعيني منين. عين السحرية لقيتها حماد جوزي افتحي الباب يا أميرة. وحماتي واخوات جوزي ال16. قلت يا نهار اسود، افتحي يا ازاي هيشوفوني بنت كده؟ ريت قلت وشي ايه دلوقتي؟ ده انا لازم اشيل الجلد الوزه اللي عندي كله والقشف اللي عندي كله وريحتي المعفنه، ده انا لازم احمى بسرعه، لازم اخد شاور سريع كده. جبت بقى الصابونه بتاعت مسك الطهاره دي وقلت لازم اخد بيها الشاور الخطير المتين. الصابونه دي يا جماعه صابونه نسائيه، بصي بتاخدي بيها شاور كده بتفتح الاماكن الحساسه وبتشيل اي ريحه وحشه في جسمك. ويا سلام بقى لو انت خدتي بيها شاور وانت لسه راجعه من الشغل او راجعه من بره او قاعده كده حرانه او جسمك كده ايه في غمقان، يا لهوي على الدلع. وطبعا بتفتح الاماكن الحساسه جدا. الصابون ده وكل الحاجات دي بيصنعها مصنع دكتور عربي، طبعا ليها تصريح من هيئه الصحه. لو لسه ما عملتيش لايك اعملي لايك وقولي لي بتتابعيني منين. قلت بقى وماله ما يستنوا شويه كده على الباب. جبت بقى البادي بوتر المارشميلو دي، وعايزه اقول لكم ان هي بتخلي الجسم يخرجي على لونها وحلاوتها. يا لهوي يا جماعه، بصوا الترطيب عامل ازاي، هتبقي زي الملبن. عايزه اقول لكم كمان ان هي بتشيل تصبغات الابطين ومنطقه البكيني وهتخليكي قشطه. وبعدين بقى قلت لا انا عايزه بقى اجرب كمان البودي بوتر بتاعي الايطالي. ما هو دكتور عربي يا جماعه مدلعنا على الاخر. عايزه اقول لكم البودي بوتر دي بقى بتستخدم للجسم والبكيني والاندر ارم وكمان الشعر، وحطيها على جسمك وانسيها باليومين والثلاثه. انا مش عندي كميه من الحاجات دي. عايزه اقول لكم ان دكتور عربي بيطلع جمله وقطعي، ولو انت لسه مبتدئه او عايزه تشتغلي معاه عنده كل حاجه تخص البشره والجسم والشعر، وكمان كلها مرخصه من وزاره الصحه. لقيتهم بقى لسه بيخبطوا على الباب، رحت بصراحه بقى قلت لا مش هفتح. جبت بودي بوتر السكسي مود بتاعه سبيشال نايت. عايزه اقول لكم ان فيها حبيبات جليتر كده وفظيعه يا جماعه، بتدي لون بينك خطير 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 للجسم والكعب الرجل وللركب بقى والكوع، وكمان بتخلي جسمك كله مورد كده. بصوا ايديا شايفين بقت بينك كده. وبعدين بقى حسيت بصراحه ان في ريحه مش حلوه طالعه من جوه، قلت لا ده انا هستخدم بقى برفيوم الاثاره، فيرمونات الاثاره، يعني ثابته جدا جدا على الجسم. تاخدي الشاور بتاعك وجسمك وهو مندي كده ثابته ما بتطلعش. اما بقى برفيوم الاثاره التاني الثابت فظيع سبيشال نايت اللي انا لسه حاطه دلوقتي حالا البودي بوتر بتاعته. عايزه اقول لكم ان هو فيه زي اللزوجه كده بسيطه زي المخمريه بس بيترش. بصوا يا جماعه بيثبت وبيلزق في الجسم خطير. الريحه ما بتطلعش منك باليومين والثلاثه. بتحطيه بين الصدر وفي اماكن النبض وفي اخر فقره من ظهرك، بتفضل الريحه في جسمك خطيره خطيره. يا جماعه استنوا شويه، اصبروا بس لما اظبط نفسي واخد الشاور بتاعي وبعد كده ابقى افتح يا باي لما اروح اصور المنتجات اللي استخدمتها، وكمان لينك دكتور عربي تحت لو عايزين تطلبوا منه جمله وقطعي. ولو لسه سيلر مبتدئ او عايزه تشتغلي كمان في المنتجات وتكسبي فلوس، هسيب لك اللينك تحت تقدري انك تتواصلي معاه. ويلا ابدأي شغل حالا، مستنيه ايه؟